السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير. الوصفة تاع نهار اليوم كيش بالسلق. اذا كما راكم تشوفوا هنايا معايا مكونات تاع نهار اليوم. الطبق تاعنا عندنا 3 ربطات تاع سلق بعد ما غسلناهم ونقيناهم وقطعناهم. هنايا عندنا 3 عيدان تاع كرافس قطعناه. هنا عندنا حبة بصل مقطعة. هنا عندنا 3 حبات جزر. وهنا عندنا شوية بولي يعني صدر دجاج مطحون. اذا نفوتوا المقله تاعنا نديروا فيها الزيت. اذا نحطوا البصل تاعنا يتقلى. نقلوا البصل تاعنا. نلوزوه شويه ونضيفوا معاه الجزر يتقلى معاه. من بعد ما قلينا الجزر والبصل تاعنا نزيدوا عليه الدجاج المطحون بولي اشي. اذا نضيفوا عليه هنايا كرافس مقطع. هنا درنا 3 عيدان كرافس بيهم بالعود تاعهم نقطعوهم. اذا نخلوه هنايا يهبط لنا شويه الكرافس. باش نفوتوا نضيفوا عليه السلق تاعنا المقطع. هنا السلق تاعنا نبقوا نضيفوا فيه غير بشويه. كل ما يهبط نزيدوا نضيفوا، كل ما يهبط نزيدوا نضيفوا عليه. إذن ها هو السلق تاعنا بعد ما ضفناه كامل نضيفوا له الكمون والحروض فقط. احنا ما غاديش نديروا الملح دروك حتى يطيب الخليط تاعنا ونذوقوه. الا شفناه مسوس نضيفوا له الملح. الا ما لقيناه نورمال في البنه تاعه ما نضيفولهش، باسكو السلق معروف باللي يطلق الملوحه جاي مالح. دونك حتى يطيب لنا وكما راكم تشوفوا هنا طلق الماء تاعه السلق والمكونات الاخرى. اذا حنا نخلوه ينشف بيان عاده باش نفوتوا نديروه في الكيش. نقصوا للغاز تاعنا ونخلوه يطيب فيه غرده. اذا هنا نفوتوا للعجينه اللي غادي نحضروها. غادي نديروا لاباط بغيزي. اذا هنا عندنا 200 غرام تاع فرينه، عندنا حبة بيض، عندنا 100 غرام يعني 100 غرام زبدة، ونديرو ملعقة تاع ملح. اذا هنايا نضيفو 100 غرام تاع زبدة على 200 غرام تاعنا تاع الفرينه، ونبسو مليح الفرينه تاعنا بديك الزبده.
هاي اللي كنت ضفنا لها الملح ونخلطوا كل شيء مع بعضه. هنا نضيفوا له حبة بيضة كاملة. هاي اللي كتلمت لنا العجينة، واللي العجينة تاعه ما تتلملاش ينجم يضيف لها ملعقة تاع حليب ولا ملعقتين تاع حليب باش تتلمله. هنا العجينة ما نعجنوهاش، نلموها فقط. اذا هنا نديروها في كيس بلاستيكي، ولا كيما انا هنا عندي ورقه تاع البوريك تاع الديول نستعملها، نلم بها العجينه تاعي ونخليها ترتاح لمده 20 دقيقه هكا، 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه. اذا هاي ليك الحشوه تاعنا قريبه تنشف من الماء اللي طلقاته. اذا هنا نحلوا العجينه تاعنا باش نحطوها في البلا. هاوليك بعد ما حليناها نجيبو فرشيطه نثقبوا العجينه قبل ما نضيفوا الحشو. هنا نضيفوا الجبن المبشور، نجيبوا الحشوه تاعنا ونضيفوها. إذا نوزعوها هنايا كامل. إذا ونفوتو نحضروا الكريمه اللي غادي نضيفوها من الفوق. عندنا 3 حبات بيض كاملين، نجيبو نضيفوا لهم الكريمه السائله، نضيفوا شويه ملح، قرصه ملح، نضيفوا فلفل اسود. اذا هنا نخلطوا بالضراب 3 حبات بيض تاعنا ولا كريم ليكيد والملح والفلفل الاسود. اذا نضيفوهم من الفوق. اذا نزيدو نضيفوا لها من الفوق الجبن المبشور كما راكم تشوفوا معايا. اذا ونكونوا ديجا شاعلين الفرن تاعنا من قبل، نشعلوه من الاسفل باش تطيب لنا العجينه تاعنا، ومن بعد نشعلوه من الفوق باش يحمر لنا من الفوق. اذا هاوليك الشكل النهائي تاعه كيفاش خرج داير. الشكل راه يعبر على روحه. اذا نقطعوا باش تشوفوا كيفاش خرجت لنا من الداخل.
نحطوها هنا في الطبسي. شوفوا كيفاش جات معانا، واحد البنه واحد الريحه، الله الله. نتمنى تكون الوصفه تاع نهار اليوم نالت اعجابكم، وتجربوها وتردوا لي في التعليقات. مع السلامه.